النهارده جايين نتكلم في الحلقة التانية عن القروض أو الديون، والسؤال اللي احنا كنا سألناه في الحلقة الأولى وهو ليه الناس بتاخد قروض أو ليه الناس بتستدين؟ خلينا نقوله بكل صراحة إن مش كل الناس بتستدين علشان خاطر تستهلك، في ناس بتستدين عشان خاطر فرص. يعني واحد بياخد مبلغ من المال عشان يكمل جزء من المال اللي معاه أو يستكمله عشان خاطر يكتنز فرصة معينة. قد تكون الفرصة ديت وجود قطعة أرض مثلا هو عاوز يشتريها، ودي في الوضع الحالي هي بالنسبة له فرصة. في واحد تاني رايح ياخد تمويل زي التمويلات العقارية، بيحط جزء من المال من معاه وبيكمل الباقي من البنك ويدفع على أقساط. في واحد تالت بيروح يشتري عربية وهو شايف ان ده اصل من الاصول الثابتة وحاجة ضرورية ليه، فبدل ما يحط فلوسه كلها في العربية ويجي بعد كده يحصل له مثلا ازمة مالية، بيخلي الفلوس جنبه، بيدفع المقدمة من جيبه ويحط الباقي من البنك ويقول هقسط. بس المشكلة ان احنا لازم نبقى اذكياء. يعني ايه الفرد يبقى ذكي او الشخص يبقى ذكي؟ لازم تبقى ذكي ان انت مخطط الفترة اللي انت هتخش تاخد فيها القرض ديت هي فترة شكلها عامل ازاي. هل هي فترة تضخم؟ يعني الاسعار كلها عالية وكل السلع والخدمات كمان عالية، رايح تشتري سلعة متضاعف سعرها في السوق، مثلا زي العربيات اللي كانت مثلا ب 250 و300 وصلت لمليون، والفايدة كمان بتاعة البنك عالية، ولا ننتظر شوية لما الأسعار تخف وترجع تاني الأسعار للمعتاد بتاعها أو تقل شوية وكمان الفوائد البنكية تقل؟ في الحالة ديت أنت ممكن تخش وتاخد قرض. ده بنعتبره اسمه قرض ذكي، لأن قرض أنت مخطط له هتخش إمتى تاخد القرض وهتاخده على فترة سداد قد إيه، وكمان عامل حسابك إن السداد هيتم بصورة منتظمة، انت قادر على سداد الاقساط في الفتره المحدده. طيب في قرض خطير. يعني ايه قرض خطير؟ يعني انت واخد القرض ومش مخطط له ومش عارف اصلا انت في خلال المستقبل القريب بالنسبه لك هتقدر تسدد الاقساط ديت ولا لا. في الحاله ديت انت بيحصل لك او ممكن يحصل لك ازمه ماليه او ازمه سداد، انت مش هتقدر تسدد الاقساط ديت. مع تراكم الاقساط دي عليك انت هتحس ان الاقساط والفوائد كمان بتاعتها بتتراكم، وبالتالي هتضطر ان انت تاخد قرض اخر تسدد بيه القرض اللي موجود، او على الاقل الاقساط اللي تراكمت عليك والمتاخرات اللي تراكمت عليك. وابتدي بعد كده حلقه من القروض او حلقه من المديونيات هتتفاقم عليك وتحس ان انت في ازمه ماليه. ده بالنسبه للافراد. عشان كده دايما نصيحتي لكل واحد رايح ياخد قرض، حدد مطلبك بالظبط وخليك مع القرض الذكي اللي تاخده